حرفيا كلها عجائب. لما تجيب القرعة وتتأمل اللي بيحصل في النادي الأهلي تعرف إن القرعة ديت مخها نضيف، إن القرعة دي ما بتشجعش النادي الأهلي. القرعة دي لا إما زملكاوية وده أنا برشحه جدا، لا إما بيراميدز. إيه اللي حاصل في القرعة؟ تعالى أسرد لكم كده كل عجائبة من عجائب الدنيا اللي طالعة في القرعة الذكية، القرعة الزملكاوية اللي ما بتشجعش الأهلي، اللي عايزة تفرم من الأهلي عشان ما يبقاش فيه نتيجة كويسة الموسم ده. احنا متعودين على ده، والنادي الأهلي ما بيفرقش معاه الكلام ده. النادي الأهلي بيبقى بعيد خالص ويجي ياخد اللقمة من بق الأسد ويخلي الأسد ملك الغابة قاعد عمال يعيط. هو ده النادي الأهلي. اعمل اللي انت عايزه، يعني اي حاجة عايزين تعملوها في القرعة اعملوها، مش هتفرق مع النادي الأهلي خالص. القرعة أول أعجوبة من عجائبها إن النادي الأهلي هيلعب بره ملعبه أكتر من نادي الزمالك وأكتر من نادي بيراميدز. النادي الأهلي هيلعب بره ملعبه 6 مباريات في الدور الأول، إنما الزمالك هيلعب 5 مباريات وبيراميدز هيلعب 5 مباريات بره ملعبه. عجوبة.